تيجي أقولك على سر بيخليكي كده راحة وجاية علينا احنا دكاترة النسا. الاهتمام والنظافة الشخصية دي حاجة حلوة جدا ومطلوبة، لكن الأوفر دي بتاعتنا احنا. للأسف بتكوني فاكرة نفسك بقى الست الجامدة جدا اللي دايما بتستخدمي غسول مهبلي. أيوة انت بقى الزبونة بتاعتنا. طيب تفتكري ده بيحصل ليه؟ انت فاكرة ان انت بتستخدمي حاجة بتفيد جسمك، لكن في الأساس ان المهبل أصلا بيكون فيه بكتيريا نافعة. مجرد ما بتستخدمي غسول مهبلي ده بيغير التوازن بتاع البكتيريا الطبيعية الموجودة، وده طبعا بيسبب التهابات شديدة جدا في المهبل ده بقى، كمان بالإضافة للتهيج والجفاف اللي بيبقوا موجودين باستمرار. والغسول كمان ساعات بيأثر على الخصوبة. طيب أقولك على حاجة تطمنك أكتر، المهبل أصلا بيكون قادر إن هو ينظف نفسه بنفسه، مش لازم أبدا تستخدمي غسول. في علاجات تانية كتير للالتهابات، بالإضافة إن الغسول بينقل البكتيريا من مقدمة المهبل لآخره، يعني بينشر البكتيريا في الوسط كله. حبيت أشاركك بمعلومة سريعة يمكن تغير طابع أو عادة كنت بتعمليها غلط. عشان كده لو الفيديو ده عجبك اعمليلي فولو.